من قدوة الشباب للحبس، اتقبض عليه في لندن وبقى حديث العالم كله بين يوم وليلة، وبدل ما تكون العقوبة واحدة راح ضاعفها بإيديه. مع شد وجذب بينه وبين الشرطة لبس تهمتين واتمنع يخرج من البلد، وبدل ما كان رمز رياضي عالمي كبير عنده واحدة من أكبر شركات الإعلان اتحولت الأضواء ليه على إنه متهم. فترى مين هو أحمد عبد القادر وليه اتقبض عليه؟ ما تيجوا نعرف إيه الحكاية. الدنيا كلها مقلوبة من وقت انتشار فيديو القبض على أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، ومن وقتها السؤال اللي بيشغل بال الكل دلوقتي: ليه اتقبض عليه ومين هو أصلا؟ وإيه اللي خلى الفيديو بتاعه ينتشر كده؟ ميدو اللي الناس كتير تعرفه كلاعب سابق في نادي الزمالك، واللي بقى عنده بعد كده مستثمر في المجال الرياضي وراجل أعمال بيشتغل ما بين أوروبا ومصر، هو كمان مؤسس اتحاد شباب مصر بالخارج، وواحد من أكتر الناس اللي بتدعم الدولة المصرية قدام محاولات الجماعات لتشويه صورتها في الخارج. ولكن اللي حصل مؤخرا كان مفاجأة للكل. أثناء وقفة احتجاجية للجامعات قدام السفارة المصرية في لندن، ميدو نزل بنفسه وكان قدامهم بيتكلم بصوت عالي وقال جملة قلبت كل حاجة: اللي هيقرب من السفارة المصرية هفعصه. الجملة دي كانت كفيلة انها تقلب الدنيا، خصوصا ان الفيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، والشرطة البريطانية شافت ان ده تهديد مباشر وده كسر للقوانين هناك، وفي لحظة اتقبض عليه. بس الموضوع ما وقفش هنا، اللي صور لحظة القبض عليه هو واحد اسمه أنس حبيب، شاب مصري عايش في هولندا، بيشتغل بلوجر وكان متابع تحركات ميدو لحظة بلحظة، وبحسب تقارير أنس استخدم القانون البريطاني ضده وساعد في ترتيب لحظة القبض عليه. ولكن اللي حصل قلب الناس على السوشيال ميديا، في ناس شايفاه بطل وناس شايفاه اتسرع، في اللي بيقول انه اتصرف برجولة وقف ضد الجماعات، وفي اللي شايف انه خرق القانون وكان لازم يتكلم بحكمة اكتر. النهاردة ميدو بيتعرض على النيابة البريطانية والكلام عن انه ممكن يخرج بكفالة، بس ساعتها جواز سفره هيتسحب وممنوع يسافر لحد ما التحقيقات تخلص. كمان ممكن يواجه قضية تانية عشان مقاومة الشرطة وقت القبض عليه. بس تفتكر بقى، هل كانت اللحظة دي تستحق كل اللي حصل، ولا ميدو دفع تمن موقف اتفهم غلط في بلد ليها قوانين صارمة؟ اللي نعرفه دلوقتي ان ميدو بقى ترند، والناس كلها مستنية تشوف الخطوة اللي جاية ايه، ويا ترى ايه هو مصيره.